السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي كلكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي افضل خلق الله وعلى اهله واصحابه اجمعين. رايحه اعمل معاكم غدا يا حبايبي النهارده في الفرن وكمان في البرام. غدا ايه؟ خليكم معايا كده خطوه بخطوه، وكمان بينفع في العزومات وبينفع في اي طرقه، في اي في كل حاجه. بينفع في رمضان، بينفع في الصيام، بينفع، بصوا هو بينفع في كل حاجه. تمام. غدا النهارده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كفته بطاطس. كفته بطاطس ايه؟ كفتة لحمة مع البطاطس. ده هتتحط ني في ني كلها وهتتحط في الفرن. خليكم معايا خدوا الخطوات برضو وكمان تعرفوا الطريقة ازاي. تمام. هنسمي الله كده. تعالوا اما نروح. معايا ايه الاول؟ هنا معايا هنا رز وهنعمل معاهم معمر. معايا هنا رز مغسول ومتصفي. تمام. معايا هنا كيلو من الحليب او كيلو من اللبن يا حبايبي. تمام. ده لبن حليب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو. تمام كده. نجيب بس شويه ميه كده ننزل القشطه الحلوه دي بدل ما تنزل في الغسيل خساره اهي. تمام اهي الشكل ده كده اهو. حبايه المعمر بتبقى يعني سايحه شويه كده يا حبايبي، مش بتبقى يعني ايه حبايتها واقفه. معاكي قشطه بقى او معاكي سمنه بلدي، معاكيش الاتنين اعملي زي ما انا هعمل دلوقتي. معايا ايه؟ علبه الجبنه دي، علبه جبنه تلاجة عادي خالص. هتاخدي منها معلقه، هي نباتيه الدهن وكمان عباره عن دهون. هننزل هنا بمعلقه وخلاص، ان احنا عشان ناخد برضو وش للمعمر زي الفل. هعمل ايه؟ معاكيش سمنه برضو هتنزلي بمعلقتين زيت كده خفاف اهو. معاهم برضو اللبن بتاعنا دسم برضو بس ما يضرش لان الرز بتاعنا كتير وعايزينه يكون مفرفر. وهتنزلي بالملح، معلقه من الملح او تشوفي عقدك معاكي وهتظبطي عليه. ده بالنسبه كده للمعمر يا حبايبي. هديله تقليبه عشان خاطر الملح بتاعه، وهسيبه لما احضر البطاطس بالكفته بتاعتي دي وهاخدهم الاتنين وهروح بيهم على الفرن. تمام كده المعمر بتاعي خلص بالشكل ده كده اهو، وهسيبه. تمام كده المعمر بتاعي على النار جاهز على النار. تمام. هعمل ايه بقى؟ معايا هنا بصلايه مبشوره اهي. الموضوع بقى مش مستاهل كبه يا حبايبي. ومعايا هنا شبت وتوم اهو. التوم راح فين اهو يا حبايبي؟ شايفينه اهو. معايا هنا شبت وتوم اخضر. تمام. مقطعاهم قطع صغيره. تمام كده اهو. ومعايا هنا ملح بتوابل، اي توابل انت حباها. حابه تحط السبع بهارات ضيفيها، حابه تحط فلفل وكمون فلفل اسود وكمون ضيفي برضو. معايا هنا السبع بهارات ونزلت هنا بالملح برضو البهارات، وهنزل معايا باللحمه. تمام اهو بالشكل ده كده اهو. وهعجنها عجين كويس يا حبايبي. اهم حاجه تتعجن معاكي عجين كويس. تمام بالشكل ده كده اهو. اعجنها بقى، اخلط الخضره دي جواها وهسيبها على جنب لما احضر معاكم الصينيه او البطاطس التانيه دي. خلطت اللحمه بالمكونات بتاعتي وهمسكها اعملها كور نيه زي ما انتوا شفتوا كده معايا. حابين تعملوها مطوله اعملوها، حابين تعملوها مدوره اعملوها، اللي يريحكم واللي انتوا حابين تعملوه. تمام. هعمل بقى اكمل بقى بالطريقه دي كده. هعملها كور كده وخليكم معايا شوفوا الطريقه بتاعتي. يا رب تعجبكم، وكمان البنات الصغيره اللي بتقول لي يا ام فرح احنا متابعينك وبنطبق وصفات وراكي وبتعجبنا، ربنا يجازيكم خير يا حبايبي وتكونوا احسن مني يا رب. تمام. طريقتها سهله خالص اهي. وكمان يعني هي مش عايزه افتكاسات. ده انت هتكوريها وانت واقفه كده، مش هتحتاج منك. تمام. هكور بقى بالشكل ده كده على ما اخلص اللحمه بتاعتي. كورت الكفته يا حبايبي. هقطع البصله دي كده طرنشات او شرايح او اجنحه زي ما انت حابه. تمام. هعمل البصلايه دي بس. انا كنت ناويه اعمل التانيه بس مش هعمل التانيه. البصل غالي، البصل ب45 جنيه. اخبار البصل عندكم عامله ايه؟ وقولوا لي برده البصل عامل عندكم كام والدنيا عامله عندكم ايه. تمام. هعمل بقى كل 3 وحدات كده بالشكل ده كده، او كل بطاطسيتين 3 هحط كفتايه كده يعني بالشكل ده كده.
وهرصها واشوف الدنيا هيبقى فيها ايه. كده عملت الطاجن اهو يا حبايبي اهو، شكله جميل وبيبقى الطعم خرافي. جربوه بالطريقه دي هتعجبكم. انا معايا هنا 3 كور. طب اوديهم فين بقى؟ طيب اعمل فيهم ايه؟ تعالوا بقى اما نحطهم زي ما انتم شايفين كده اهي، كله هيستوي تمام كده اهو. معايا ايه هنا بقى؟ معايا هنا حته توم اخضر، الله عليها يا سيدي على الجمال. قطعوها كده في الاكل، بسم الله ما شاء الله اهي. وكمان يا ولاد بصور الصوت يا ولاد. وكمان هنا معايا ال7 بهارات هنزل بهم اهو اهو تمام كده. وكمان هنزل بشويه ملح وتوابل برضو اهو. وجربوا كده الاكله دي، الله على الجمال يا ولاد. ما تنسوش ان اللحمه بتاعتنا فيها، اللهم صل على النبي، فيها شبت وفيها بصل وفيها توم برضو. معايا بقى هنا ايه؟ معايا هنا طماطم مفرومه. حابه ان انت تقطعي الطماطم وتعمليها طرنشات اعملي، مش حابه عادي برضو اهو. الاكل ده اختياري يا حبايبي، بس هي بصراحه يعني هي بتبقى بالطماطم المفرومه احلى اهي. معايا هنا ايه؟ هنزل بالميه، زود بقى كده وهنسيبها نديلها بقى دحرجه كده. اللي وصل معايا هنا لحد الدحرجه يا حبايبي حطوا اللايك بجد، بصراحه يعني اللايك مش حلو خالص، مش حلو بجد يعني اهو تمام كده. احط بقى نقطه زيت. معاكي سمنه حطي، معاكي حته زبده حطي، معاكيش حاجه حطي شويه زيت زي ما انا حطيت كده. وهندخلها الفرن وتعالوا بقى نتقابل عند التسويه او عند ما تطلع من الفرن. خليكم معايا ما تروحوش في حته. كده حبايبي خلصت الغدا بتاعي، يا رب تقدروا تستفيدوا من الفيديو. شايفين وش المعمر معايا عامل ازاي؟ بيتكلم عن نفسه، بسم الله ما شاء الله، وطري جدا، اللهم صل على النبي اهو، بسم الله ما شاء الله. مش متاح معاكي سمنه، مش متاح معاكي زبده، مش متاح معاكي معلقه سمنه بلدي او وش لبن، انزلي بالجبنه، اي نوع جبنه، المهم يكون دهن يا حبايبي، زي الجبنه الرومي، زي الجبنه الموتزاريلا، الحاجات اللي هي بيبقى فيها دهون بتسيح ديت انزلي فيها مع اللبن. وكمان مش هتحرق معاكي وش المعمر، يعني بعد ما الرز بتاعك يستوي مش تحط الجبنه، لا حطها مع اللبن زي ما انت شفت كده وانا حطاها مع اللبن. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اللهم بارك. المعمر بسم الله ما شاء الله بيستوي على الهادي يا حبايبي، مش بيستوي على شايفين الرز؟ الله على جمال الرز وعلى ريحته، والجبنه ده عطياله ريحه وطعم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. الكفته برضه بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي. على برضه كده انزلوا معايا كده بالكاميرا اهي. ده نص كيلو من اللحمه يا حبايبي، تقدري تعملي منه اكل ل6 افراد، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده اللهم بارك. بيستوي معاكي في الفرن، وكمان يعني بينشف وبياخد وش معاكي زي الفل. بس ابقى غطي وش الصينيه في الفرن على بال ما هي تغلي، بتختلف عن المعمر تمام، لان انا غطيت الوش، المعمر ما بغطيش وشه يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، فيها سوائل اهي، حابه تنشفيها قوي نشفيها، مش حابه هي السوائل بتاعتها يعني يا دوب ان هي تغمس معاكي، سوائل خفيفه كده. البطاطس مستويه اهي اهي، وكمان الكفته بتاعتنا اللهم بارك مستويه، ريحه وطعم جمال الجمال. بعد كده مش عارفه اقول لكم ايه. عملت معاهم ايه؟ عملت معاهم سلطه خضراء، وكمان حطيت مخلل برده معايا من البيت. بس اقول لك على خطوه، اول ما تطلعي البرام من الفرن يا ريت ما تحطوهوش على الصينيه او على الرخامه مباشر يا حبيبتي، حط تحت منه اي حاجه عازل، المعامله بتاعته زيها زي البايركس. يا رب تقدروا تستفيدوا من الفيديو. لو باي حاجه اللي عجب الفيديو يا ريت ما ننساش في اللايك والاشتراك، واللي ما اشتركش في القناه فضلا وليس امرا يشترك ويدوس على كلمه الكل عشان يوصلوا كل جديد. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.